عباله انشمل بالعفو. هو وش كم واحد وياه من نوابه طلعوا وتهجموا على المحكمه الاتحاديه. تدري واحد بيهم عليه 13 دعوه تزوير انشمل بالعفو. 13 دعوه تزوير انشمل بالعفو. هذا بنفس حزب جدك؟ اي لان جدي اشتغل تدري نوبات بالمؤكسد بالنفط بغيره. تعرف انت يعني ايام زمان كان بالخارج عايش. فانا راح اقول لك شغله خذها من عندي. هذول انا راح اقيم عليهم دعوه انا وفريقي القضائي. مشمول بالعفو شيخ ابراهيم؟ اي بشوف جدي قايم يشكر يعني شمل بالعفو على كل. انا وفريقي هاي اعلنها للجميع. انا وفريق من المحامين والمحاميات اللي دا يشتغلون هسه ويا الناس المستضعفين. انا بالمناسبه لا ارشح انتخابات ولا اللي دخل بهاي السالفه. احنا راح نقيم عليه دعوه بعد نفاذ قانون العفو العام. اولا ما يستاهل المحكمه الاتحاديه المحترمه بقضاتها هاي القامات التسعه المحترمه اللي تنقض قانون. ما من حق الزعاطيط تتهجم عليها وتسميها سياسيه. انت شلون تقول سياسيه؟ شلون تقول تتهجم عليها تقول غير دستوريه؟ اذا لا مجلس النواب دستوري ولا الحكومه المركزيه دستوريه ولا كل القوانين اللي طلعت دستوريه.